كيف الميك اب ما بيقشر، ما بيتغير لونه، ما بيأكسد، ما بيعبق وجهي، بضل كله تمام وكأنه جلاس سكين. بس اي كريم بيعقد، ركضي اشتريه بسرعه. هيدا ما رح خليه ينقطع من عندي لانه تحت عيني صار قطعه واحده. الخطوط خفت يعني. اليوم انا كنت عن جد الحمد لله كتير كتير كنت مبسوطه. هيك انذهلت، طلعت هيك تحت عيني. بالعادي انت عندك بخطط كتير تحت عينك اذا عم تحطي كونسيلر وهيك وما ثاقبك او ما كنتي مرطبه تحت عينك، سوري على الصوت. ف بتحسي في كتير خطوط. تخيلي انه عندي خط واحد، طب بدي خليه اعبي بقلبه، بدي خليه خطط الكونسيلر وورجيكي انه عندي خط واحد. كتير خفت الخطوط يعني. انا عندي بس طعجي هلا اكيد لانه جلد، بس ما عندي هاي الخطوط والكرنش اللي بتطلع، بيعقد. اوكي، تاني شيء اذا كترتي كتير طبقات السان سكرين وحطيتي فوقهم الفاونديشن طبيعي انه تقشر بشرتك، بصير بيقرف بدك ترجعي تعيدي. فاول شيء انا بستعمل هيدا المرطب، انه هو بنفس الوقت انت عم تحطي سان سكرين ومرطب مع بعض، يعني قد ايه ريحتي بشرتك. بنيجي على الخطوه الاخيره اللي هي اصلا فاونديشن، سان سكرين، هيالورونيك اسيد. فانت عم ترطبي وعم تمنعي الاكسده وعم تعطي لون واحد لبشرتك اللي هو كانه فاونديشن وسان سكرين. خلصتي هيدي بشرتك كل الوقت، خلصت. حتضلي هيك. فهول فيك تروحي تشتريهم من عند جاك جيرت وتحطي فراولتين بيطلع لك خصم، يعني حيصيروا ارخص. هوني اصلا رخاص يعني. انت هيدا بيقعد عندك فتره كتير طويله حتى لو بتستعملي كل يوم، لانه كيف تستعملي سان سكرين بتحطي انجا شوي. انا هيك عم بعمل، بحط انجا شوي، تمام. وهيدا بتحطي انجا نقطه ما تكتروا. انا عم حطهم تحت عيني واللي بيضل على ايدي بحطه هون كمان مخفف. طلعي ما في خطوط. كتير مبسوطه انا. كان وجهي فيه كتير خطوط فكتير مبسوطه عن جد. وعم بوصل للجلاس سكين رغم انه في شويه حبوب صغار ببشرتي هول بيكونوا تحت الجلد، بس انه رغم هيك بشرتي الحمد لله بتعقد. فهول في لهم كمالي كسكين كير، ففيك تجيبيهم وفيكي لا انت حره، بس انه مبدئيا بنصحك فيهم كلهم بيعقدوا.